ساعات بيمر عليك وقت المصايب فيه بتيجي ورا بعض، وبيبقى صعب انك تدرك انك تقدر تتحملها، لكن كده كده بتعدي لان دي سنة الحياة. لكن من بعد الوقت ده انت بتتحول، بتبقى حاجة تانية خالص. ابسط حاجة هتحصل لك ان مفيش حاجة هتحزنك بالشكل ده تاني، فاستقبالك لكل حاجة هيتغير. الحالة دي ربنا شرحها ووضح لنا الحكمة منها. قال تعالى: فأثابكم غما بغم. والحكمة لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. يعني عشان تقوى وتسلم لكل حاجة بتحصل، وما تحزنش على اللي فاتك ولا اللي بيحصل لك ولا اللي لسه هيحصل لك. وربنا خبير ومطلع على مشاعرك دي وتركيبتك وتطور أحاسيسك. احنا بنسميها نحاسة خلاص. الشعور ده أو بدايات التبلد مش وحش إنك تبدأ تحسه، هو بداية طريق إنك تقوى وتتعود على طبيعة الدنيا وحقائق كتير فيها. ومن بعده هتتعلم صبر، ومن بعده هتتعلم تسليم لتدابير ربنا من غير يأس وحزن يمرضك وإحباط يوقفك. كل حاجة بتحصل لك مهما كان ظاهرها غم ووجع، لكنها حكمة بتنعكس جواك وبتربي فيك وبتغير منك. المهم خليك موصول مع ربنا بأي كيفية عشان يبقى التغيير تحت منظومة الصراط المستقيم اللي دايما بندعي بيه طول الوقت. اهدنا الصراط المستقيم. قوانين ربنا هي منهج للحياة، بيطمن وبيخلينا نعرف نعيش. قال تعالى: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. دمتم بخير.